حياكم الله أحبتي مشاهدي قناة شمس العراق الفضائية. رمضان مبارك وصحة وسلامة وعافية وصيام مقبول إن شاء الله. اليوم حلقة جديدة من برنامج خيمة رمضان الموسم الثاني، ويشرفني اليوم بهاي الحلقة أن ألتقي مع الشيخ المهذب والحسيني خادم السيد محمد الحائري الملقب بالعجار، هو الشيخ ماجد الكعبي أبو أحمد، ونقول له مساك الله بالخير والعافية ورمضان المبارك عليك. مساكم الله بالخير والعافية ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. الله يحفظكم. نعم شرفتني. أنت الشرف. الله يحفظك. أعتذر جدا، أعتذر هاي أمام المشاهدين. الله يحفظك يا أبو أحمد. الله يحفظك. الشيخ المهذب والمحترم والحسيني. الله يحفظك. إنه الموسم الأول ما كان يعني لك نصيب بالموسم الأول. الله يحفظك والنعم منك إن شاء الله. البركة بإخواننا اللي التقيت بيهم إن شاء الله. بركة بيهم إن شاء الله جميعا. الله يحفظك. الله يسلمك. بداية أبو أحمد جاي نشوف الأوضاع اللي جاي تمر بالعالم الإسلامي، وإحنا خلينا نكون منصفين في هاي الوضعية. لكن قبل كل شيء رحمة الله على روحه شهيد الأمة. نعم. شهيد المقاومة. نعم. آية الله الشهيد السيد علي الخامنائي. يا ريت أنه أسمع من عندك تعزية عن هذا الرجل العابد الزاهد آية الله والمرجع. نعم. بارك الله بك والله يحفظك إن شاء الله. ونحن في أيام شهر رمضان المبارك نتقدم بالمباركة لجميع الأخوة المسلمين، وأيضا نتلو الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالنسبة لسماحة السيد، الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأخوة المسلمين جميعا، لا نفرق بين أحد منهم إن شاء الله في هذا المصاب الجلل. وهذه القضية مثل ما تفضل جنابك الكريم، القضية مو قضية جمهورية إيران الإسلامية فقط، وإنما قضية الأمة. والقضية ممتدة ليس فقط على إيران، بل وراء إيران راح تشمل الدول العربية أيضا، مثل ما ترامب قدامه ميز وقال إسرائيل بقد هذا الميز والشرق الأوسط كبير. فهاي الكلمة من بعد إيران راح أعتقد يعني هيك وراء إيران راح سنة 6 أشهر سنتين راح يبدأ بالمملكة العربية السعودية وفي مصر وفي الدول العربية الأخرى، لأنه هم شعارهم من النيل إلى الفرات. فأعتقد هذا الموضوع يجب على الدول الإسلامية والعربية خصوصا أن تدرك هذا الموضوع، لأنه يعني على مدار الزمن ما حد سوى مثل ما سوى هذا الرئيس. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى النصر للإسلام والمسلمين. آمين رب العالمين. والله يرحم سماحة السيد برحمته إن شاء الله، ويغمده فسيح جناته إن شاء الله. كذلك السيد المرجع علي الحسيني السيستاني دام الله ظله، أنه اليوم نزل البيان مالته. يعني نعم. البيان مالته كان واضح أنه مساندة وأيضا دعا الأمم المتحدة والدول الإسلامية وأيضا الأوروبية على وقف هذه المجزرة. حرب ظالمة، حرب ما بها حقيقة. يعني احنا يجب علينا أن نحترف، ما بها تكافؤ. صح. يعني ما بها هذا، ولكن نقول إن شاء الله الله ينصر الإسلام والمسلمين. آمين. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يحفظكم. شكرا لك. أنا ما أحب تقول لي شيخ، أنا رجل خادم.
خادم. أنا جايك بهاي السنة. اي خادم. بس اواشك وياك. الله يحفظك. الله بخدمتك. ابو حسين بخدمتك. وخليني اخذ راحتي. انت ابننا والله يحفظك ان شاء الله. الله يديمك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يوفقك. انا اول بدايه اريد تسولف لنا وللمشاهدين نعم عن هاي القبيله المحترمه. نعم. قبيله كعب. نعم. وجذورها محطاتها. نعم. يعني بصوره عامه وبعدين نتفرع. نعم. اي والله. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. كل الاحترام والتقدير لكل عشائرنا، خصوصا عشائر مياح المتمثلة بالشيخ مهند هلال بلاسم الياسين. تحياتنا إليه واتمنى له التوفيق إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد وكل عشائرنا الكريمة. وإحنا ناس هنا سواء كعب أو بقية عشائر مياح كل إحنا أخوة إن شاء الله. إن شاء الله. في الدين والمذهب إن شاء الله. هنيئا لكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. ما قلت لي إنه اليوم هاي القبيلة. نعم. يعني خلينا نقول بصورة عامة نتكلم عليها. نعم. منين بدأت؟ جذورها وين متوسع على باقي المحافظات؟ يا محافظة بها الثقل القبيلة كعب. بالنسبة إلى قبيلة كعب ليس في العراق فقط، وإنما ممتدة من الخليج إلى المحيط. يعني جنابكم الكريم أنت أيضا من المتابعين. نعم. وأيضا رياضي. الله يحفظك. مويتي. نعم. فتسمع أنه أيوب الكعبي في المغرب. نعم. كذا. نعم. في المملكة العربية. نعم. السعودية. نعم. في قطر. نعم. في الإمارات وزراء من عندهم. نعم. بالإضافة لعمقهم هم بالعراق. وكذلك بالخط الحسيني عبد الزهر الكعبي وشيخ هاشم الكعبي. نعم. والكثير من العلماء. نعم. سواء السابقين الله يرحمهم أو الآن في الحوزات العلمية. فقبيلة كعب قبل 500 عام أو أكثر من ذلك كان تقطن في هذه المنطقة. زين. بعدين صارت قضية معينة رحلوا إلى الأحواز. الأحواز صار مقر. أي صار مقر الأحواز. هناك كانت الدولة الشعشعية، إمارة الدولة الشعشعية قبل ما أن تكون إمارة كعب. زين. فأخذوا المكان، احتلوا المكان وصاروا إمارة هناك إلى سنة 1925 متمثلة بالأمير خزعل ابن مرداو. زين. الكعبي. زين. أي بالمحافظات هنا إذا تجي للعراق في كل ناحية وفي كل قضاء وفي كل محافظة هم متواجدين. زين. هاي بالنسبة إلى العراق. نعم. أما بالوطن العربي فجنابك الكريم عندك اطلاع أنت. أكيد. متواجدين في كل الوطن العربي. أي في الأردن، في مصر، في صعايدة بيهم أيضا. حتى الصعايدة. حتى الصعايدة. نعم. شعب. نعم من عندهم. ما شاء الله. بالأردن يسموهم الكعابنة، بالمغرب موجودين. الكعابنة؟ أي بالأردن. نعم. زين. بمصر. مصر موجودين أيضا قبيلة كعب، وحتى في فلسطين أيضا أكو من شبابنا متواصلين وياهم. فأمارة كعب جل احترامي لكل قبائلنا العربية من الشمال إلى الجنوب. زين. أبو أحمد، أبرز المواقف خلينا نقول عليها الوطنية. نعم. سجلتها قبيلة بني كعب. قبيلة بني كعب المشهودة إلى هذا الموقف. نعم. ويا البني كعب. نعم. أي. المواقف اللي سجلتها بثورة 20 مثل ما تعرفون كان العثمانيين. نعم. يحتلون العراق. بعد العثمانيين بدأت حرب بين الإنجليز والعثمانيين من سنة 14 إلى سنة 17. سنة 1917 طلعوا العثمانيين احتلوا العراق الإنجليز. زين. بعد هذا الشيخ خزعل الكعبي تحرك، وأيضا شيوخ كعب تحركوا إلى مساعدة الثوار. زين. كان مثلا ما يعرف أحد البندقية مثلا الرشاشة أو نعم. غيرها أو القاذفة أو نعم. الهاون أو كذا، فقام يجيب وينطي مساعدات إلى
اخوانه بالعراق. طبعا هو حتى العماره كانت له ونص من البصره. زين. اي ف يعني هذا حسبوه له حساب بالنسبه له الانجليز. زين. راد ان يكون ملك على العراق. هو هم الغرب الشجاع يقومون يحسبون يحسبون له حساب، مثل ما بقيه الشيخ شعلان ابو جون وغيره من نعم. اخواننا ايضا، شيخ ضاري والكثير، يعني احنا ما نظلم احد. نعم. اي والكثير من الشجعان بالعراق. فالموضوع ما يختصر على قبيله كعب، وانما كل القبائل هي تعاونت زين. ضد الانجليز. بقى مثلا واحد عنده امكانيه يساعد ممكن، لانه هذا امير تعرف انت وعنده امكانيه. نعم. فضموها لسنه 1925 الانجليز اجوا باليخت الملكي. خوش. ويا من تآمروا عليه ويا رضا بهلوي ابو الشاه ابو محمد. ابو محمد. نعم. زين. تآمروا عليه وقضوا عليه الى ان ذبوه بالسجن، اعتقد في مشهد كان السجن ماله، الى ان توفى سنه 36 ميلاديه. ومن بعد ما اخذوه احتلوا الاماره، كانت دوله يعني اماره مثل امراء الخليج. نعم. والاستاذ طارق حرب، انا ما اقول مو انا اللي اقولها، الاستاذ طارق حرب الله يرحمه يقول اول اماره بالشرق الاوسط هي اماره كعب. كعب. اي انا ما قايلها هاي، جل احترام لكل قبائل. يعني اكو من انا ولا بس انقل خبر وانما ما اقولها انا. زين. تفضل. الله يديمك. الله يسلمك. شنو اللي يميز قبيله بني كعب عن باقي القبائل؟ هسه كل قبيله لها فشي يميزها، شنو اللي يميز؟ انا بالنسبه لي ما اقدر اجزم انه تتميز قبيله كعب من باقي القبائل العربيه. والله لانه كل احنا اخوه متحابين في الله سبحانه وتعالى، فما اقدر اميز، وانما اقول بالبدايه الاماره او الشيخ مال بيت بلاسم الياسين، اول ما تعاهد وياهم كعب خدمت مرقد الامام العقار. هذا يعني اللي بين صار. بين نعم القبائل. نعم بين القبائل قبل كل القبائل. وكان عمي ملا مال بلاسم الياسين والله يرحمه، الله يرحمهم كلهم ويرحمنا رحمه الله عليه. اي وبعدين مهدي البلاسم الله يرحمه رحمه الله عليه. ويا ملا والناس الكثير من شياب مياح يعرفونه يعني. نعم. اي اما الشباب انتم ما تعرفونه. لا سامعين. بس يجب عليكم ان تبحثون عن التاريخ. هذا تاريخنا. لا شنو يعني شلون شو تقولون عليها؟ شنو؟ التناخي مالتها. تناخي. كعب ابن عامر ابن صعصعة. زين. فكعب نخوتهم اولاد عامر. اولاد عامر. هسه هذا اللي يسمعها اذا قلنا اولاد عامر يشمر على جماعه البصره. تحياتنا لهم اولاد عامر. تحياتنا لهم. اي نعم نعم بني عامر. نعم. كعب قلت لك يعني هم هسه يتمثلون بالشيخ خالد جبر العلي. زين. امير بالعماره. زين. امير كعب. وشيخ حيدر مطلق العبد الصاحب والكثير من المشايخ. راهل موسى في كربلاء. تحياتنا لهم وكل مشايخنا الاعزاء، اذا خاف ما ذكرت اسم احد منهم. كلهم اخوتنا وايضا متواصلين وياهم، عندنا تواصل بالنسبه لنا ويا كل الاخوه بالبصره، سواء بالبصره او في كربلاء شيخ راهي او محسن الدرج في الحله او غيره، كلهم متواصلين وياهم اخواننا. وبغداد شيخ حيدر طبعا احنا بالنسبه لنا يسمونا بيت عزيز. اي اكو بيوت. اي لا عشائر، هي بيت عزيز عشائر وليس عشيره واحده، الكثير من العشائر. عشائر بيت عزيز. نعم. والله منهم ايضا من تشرين بكل العراق موجودين يعني. متمثلين بالشيخ حيدر مطلق العبد الصاحب وايضا راحل موسى. تحياتنا لهم كربلاء والكثير من مشايخنا الاعزاء
وكل الاحترام، أرجع وأقول كل الاحترام والتقدير لكل عشائرنا الكريمة من الجنوب إلى الشمال، من الشرق إلى الغرب. السوالف وياها كلش حلوة. الله يطيب أنفاسك، بارك والنعم منك. الله يحفظكم إن شاء الله. تجيب القهوة للشيخ، للخادم. هسه هنا أنا طبقت على سالفة الخادم. نعم. أنت الشيخ ابن شيخ ابن شيخ، الله اللي يعلم. والشيخ الحمد لله. الله يسلمك. أنا أعرفك هسه. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك والنعم منك. هذا من طيبك أبو حسين عمي. الله يحفظك والنعم منك. الله يسلمك. ليش ترغب بكلمة الخادم بدل الشيخ؟ الخادم احنا يعني بالنسبة هاي أهل الجذور. العفو. أي براحتك. أنا أخاف أحكي حكاية ما تقبل بيها. لا خذ راحتك. هاي الناس أهل الجذور. أي. أي. من تقول له شيخ هو يعني يعرف نفسه وهيجي. نعم. فأكو ناس يعني جل احترامي لهم ما أقدر ألفظها، يقوم يعدل بروحه وكذا وهذه. أي. فإحنا بالنسبة لنا إحنا نقول يجب علينا أن واحد ولو الحمد لله بالنسبة إلى قضاء الحي وقضاء المياه وناحية البشائر يعني أكو تكاتف، أكو احترام، أكو تعاون، وأكو تصاهر، وأكو محبة ومودة بين كل القبائل. الاحترام أهم شيء هو يكون بيناتنا، والاحترام موجود إن شاء الله. إن شاء الله. وعد أهله ما يضيع، وشجرة نعم. البرتقال مذب تمر. صح. مو صح. وشجرة نخلة التمر مذب برتقال. 100%. أي فكل من هذا مسمار معدل. لا أنا ما أضرب بسامير. أستاذنا أنت لا تورطني. الله يديمك. هاي التمرة ما تذب البرتقال. أي نعم. البرتقالة ما تذب التمرة. أي نعم. مو؟ أي. اللي ما يعرف أصله ما أعرف شلون يعني. فكل إحنا إن شاء الله قبائلنا خصوصا من نختص احنا بربيعة مثلا من حدود واسط بغداد إلى حدود ذي قار. زين. التزام بيناتنا واحترام وتقدير ومحبة وألفة والحمد لله والشكر. احنا والله يديمها بجاه هذا رمضان. اي والله الله يديمها المودة والرحمة بيناتنا والأخوة. أيضا لا تنسى المصاهرة إلها دور. زين. اي أكيد إلها دور. إلها دور. اي الله يرحم الوائلي ويرحم والدينا. نعم. يقول انا كنت بيفعان يعني بدايه شبابي. نعم. يقول كان يفصلون نسوان. زين. فانا اعترضت قلت مثلا الله يرحمه هذا من لسانه هو طبعا انا انقله. يقول اعترضت قلت يعني هسه هذه شنو ذنبها يظلموها 5 نسوان و7 نسوان وكذا. تعرف هاي انتهت بالسبعينات. صح. بداية السبعينات هاي قضية الفصل بالمرأة. نعم. فيقول قال لي أحد المشايخ مشايخ العشائر هم ناس أكو بيها عندها حكمة بالموضوع. قال لي شيخنا أنت صحيح مثلا هسه نقول بالدين ما هذا، ولكن احنا بعد 20 سنة هذول يصيرون أولاد أخت ذولا. فأولاد الأخت يعني أصبح لهم جذور مثلا نقول بعشيرة الشحمان أو بعشيرة كعب. نعم. قبيلة كعب أو بالعشائر الباقية جل احترام العشائرنا الكريمة كلها. فمن يصير لربما هذا باكر راح يصير شيخ، راح ينتهي الموضوع مال الدماء ومال المعارك ومال الثارات اللي بيناتهم. اي من هذا الباب وانتهى الموضوع الحمد لله والشكر من بداية السبعينات. اعتقد اول ما قضوا عليه مثل ما قضوا على الواجب وعلى الفواتح في مياح يعني. مش هذا بعد صار سنين ومشى على
كل محافظات العراق، ولو أنه محافظات الفرات الأوسط ملتزمين بهذا الموضوع من زمان، ولكن بالنسبة لنا كواسط ذي قار بصرة بغداد هذا. أنا هسه اكتفيت. نعم. وياك اكتفيت. تفضل. بس اكو موضوع لازم. تفضل. اليوم أنا خليني هذا الموضوع أولا للعراق. نعم. وثانيا المحاورة واسط. نعم. هم عام. نعم. قضاء الحي خاص. نعم. خلينا آخذ هذا الوقت المتبقي للسيد محمد الحائري العقار. نعم. ومكانه، وهل هو مكانه خلينا نقول عليه الحقيقي؟ نعم. زين. نعم. مكانه الحقيقي، إذا مكان الحقيقي ليش ما انضاف مثلا مع المزارات؟ نعم. شنو السبب هذا؟ نعم. هاي كلها اكو تساؤلات خلينا ننقلها بما انه انت اليوم خادم. نعم. سيد محمد الحائري. نعم. تفضل ابو احمد. أشكرك والله يوفقك على السؤال. بارك الله بك أبو حسين عمي. الله يطول. السيد محمد الحائري ابن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، ملقب بالعقار بن الكاظم. زين. خل أحكي لك بدءا على اللقب. العقار. العقار. عقار الدواب. نعم. أي. جدنا ال11 اسمه مفرج. طبعا احنا جدكم؟ ال11. ال11. اي. زين. خل تسمع هاي الناس، هاي ملاحظة مهمة. نعم. جدنا ال11 أجدادنا كانوا قليلين مثل ما بقية العشائر قليلة قبل، هسه تكاثرت العالم والله يجعل البركة إن شاء الله بالجميع. آمين. فكان أكو بستان للسيد، اجوا ناس عندهم جاموس وعندهم أغنام وهذا، قاموا يجيبون أغنامهم وجاموسهم يذبونه بالبستان. زين. فمنعوهم أهلنا، قالوا لهم يابا هذا عائد للسيد، ترى قبل ماكو إيرادات وهذا، وإحنا نبيع من عنده أو نحرث الأرض ونبيعها على الناس اللي هذا الموجودين. كانت تمتد تقريبا كيلوين متر إلى هاي عايدة. زين. ما امتنعوا ذولا، يجيبون حلالهم ويذبونه. فإجوا أهلنا كلهم ملالي. الملة قبل اللي يقرأ ويكتب يسموه ملة. ميموما. ملة. أي. فاجوا للسيد الله يرحمهم ويرحم أمة محمد، قالوا له سيدنا صلوا بي وكان اكو لمبة قبل، اللمبة تعرفها جنابك او خاف شبابنا فتيلة ويشعلوا بطل وعجينة. عجينة وكذا من هالنوع تبقى مشعولة. اي تبقى مشعولة. الله يحفظك. هسه ما ادري متغلب عليك الصبغ ما اعرف بعد. اي. فاجوا طفوا هاي اللمبة وقالوا له سيدنا احنا نريد فشي برهان الك. زين. حتى ذولا يمتنعون، احنا ناس صايمين مصلين بعد ما نوصلك، نريد فشي الك انت. بقوا يومين ما يوصلون. برهان. اي نريد برهان الك. ذولا اذونا واذوا المرقد، اذوا الارض مالتك. المهم النتيجة بعدين اجوا ذولا جابوا الجاموس وحلالهم كله انعقر مكانه، نام يعني مكانه ما تحرك. تعرف العنجهية قبل مال البشر تختلف عن هسه. نعم. شوية هسه الإنسان عنده مرونة يختلف. نعم. عن قبل. نعم. انعقر بمكانه، بقى يومين. بقى يومين معقور بمكان الحلال. نايم يعني بمكانه. اجوا على أجدانا قالوا لهم دخيلكم بلكة تلخونا السيد، احنا بعد نرحل منا. اي. اجوا همينا صلوا وهاي ودعوا، راحوا وقوموا اول وحده قام الحلال كله. سبحان الله. جدنا ال11 مفرج سمى ابنه عبد العقار، يعني يصير جدنا العاشر عبد العقار. يبقى هاي علامه. بقت علامه. اي. هم قلت لك من رحله وقبيله كعب، جدنا كان يوادد القبر فطاف عليه 3 ليالي. قال له إذا تبقى تصير يعني. هسه احنا من عندنا الكثير من كعب ما شاء الله، بيهم متواصلين وياهم بيهم ما متواصلين وياهم. اي.
فبقى جدنا سولف للشيخ قال له هيك، قال له ابقى يم السيد انت. بقى والحمد لله والشكر الان هذا. هسه خلي يقول مالت العقار هي شعب. لا الاغلبيه. لا ها الان اي لا الان موجود بيها عقيل، آل غريب، الشحمان، عشائرنا الكريمة. هم خليط. اي نعم، سادتنا الاجلاء زين. من آل ياسر ومن الزوامل جيد، يعني هم خليط. اي خليط. اي نال بدر بالمنطقة جيد. موجودين. زين، ليش ما نضاف مع المزارات؟ ما نضاف مع المزارات. المزارات الآن عندنا في محافظة واسط. نعم. بالنسبة المزارات واسط أحكي لك أنا. نعم. ما لنا شغلة بالبقية. ماكو مزار التزمته المزارات وبنته. يعني عندك مثلا أنت إعلامي جنابك الكريم ومتواصل ويا الكل، سيد أبو الحسن. أنا على مسؤوليتي هذا الكلام. نعم. أقسم بالله العلي العظيم وحق هو التابعي سعيد بن الجبير، لو ما دكتور محمد جميل المياحي ما يترمم وما حد يسوي سعيد بن الجبير. صحيح. وياه كان. أنا أحكي هسه رصد له بالأخير رصد له مبلغ كبير. دكتور سلام تحياتنا إله. دكتور محمد جميل المياحي هو ابننا البار، من كان محافظ رصد له مبلغ لسعيد بن جبير. نعم، وطلع ويانا. وايضا اني من خلالكم هو ما عدني قال لي عمي ابو احمد الصحن اني اساعدك به على المرمر. والله يساعدك. اي انا احكيها نيابه عنك. اي الله يشهد. انا لحد هسه ما صار فتره ما ملتقي به ايضا. تعرف انت. نعم. هو ظروفه اللي صار. نتمنى الرساله هاي توصل للدكتور. لا على كلامه توصل له. لا والنعم من عنده ان شاء الله. ان شاء الله بكل الخير والبركه ان شاء الله. وكل هسه انت وين وصلت تعرف انت قبل يعني كانت المساحه 60 متر بالنسبه للحضره. نعم. والمصلى. يعني الحضره وطارمه 20 متر وحضره 40 متر. نعم. الان الطارمات والمصليات والحضره 1400 متر. مساحه البناء كانت 600. الآن 10,650 متر مساحة البناء مالت المرقد. بالنسبة للسيد محمد الحائري في زمن المعتصم العباسي فلش قبر الإمام الحسين المعتصم العفو. نعم. المعتصم العباسي. فلش قبر الإمام الحسين وراد أن يغرق القبر بالماء، فظل المي يفتر على قبر الإمام الحسين عليه السلام. حار المي سمي بالحائري. الحائر الحسيني. نعم. الحائر الحسيني. نعم. نعم. إبراهيم المجاب كان في وقت إبراهيم المجاب سيد إبراهيم. نعم. أولاده محمد وأحمد. سيد إبراهيم ضرير بزمن المنتصر. نعم. تزوج من بني أسد مرة ثانية حتى شنو ينتصر بيهم. نعم. بنى يعني إذا ترجع للتاريخ بنى كربلاء إبراهيم المجاب. نعم. من بعده سيد محمد اللي هو العقار بعد ما توفى السيد عليه السلام. زين. لزم زمام الامور سيد محمد الحائري. سيد الحائري لقب بالحائري على اثر هذا الحائر الحسيني عندما اجى المي وقام يدور على قبر الحسين عليه السلام. الحمد لله. اي سبحان الله سبحان ربي. بنوا يعني قام اللي يجي مثلا يحط في كربلاء ياخذ اذن من سيد ابراهيم. يلا اذن ياخذ اذن من سيد ابراهيم. من بعد ما هذا توفى سيد إبراهيم سلام الله عليه لزم زمام الأمور سيد محمد الحائري. سيد محمد الحائري عالم مجتهد وقائد عسكري أيضا. يعني بمرور خلينا نعم. لأن الوقت كله جاي داهمني وأنا أريد أستفاد. نعم تفضل. من الحلقة. تفضل. إنه نقول سيد محمد الحائري إيش جابه هنا مقتله؟
قام بعدة هاي معارك. توضيح للناس، هذا كل شعر. نعم، قام بعدة معارك. سيد محمد بن إبراهيم المجاب قام بعدة معارك. آخر معركة أسروه نعم في سامراء، ومن سامراء جابوه هنا القصر هذا الحجاج بن يوسف الثقفي. وكانوا بذاك الوقت انت المشاهد وايضا انت صاحبين تاريخ، اصحاب تاريخ العفو، كان نهر يسمى بنهر الخابور. صح. الخابور ممتد يعني، صح. موجود بالجغرافيا. صح. نهر الخابور. صح. فتعاطف ويا السجان طلعه، اجى الاخواله قبيله كعب كانوا قلت لك قاطنين. نعم. بهاي المنطقه. نعم. في ذاك الوقت بزمن المنتصر العباسي. اذن رسالته واضحه. واللي يتكلمنا به واضح. نعم. عدم انضمامه للمزارات هو انه ان شاء الله على قولة اهلنا ما بين خواله. هو احنا دائما المزارات ايضا يزوروننا. انه انتم رفضتوا؟ يزوروننا نعم، ورفضنا احنا للانضمام لان احنا نريد نكمل ان شاء الله. ما بقى شيء. شو بقى من عنده؟ والله بقى الصحن والشباك وايضا انا قدمت عده مرات والان لحد هسه ما اتصلوا بي. نعم. مكتب سماحه الشيخ عبد المهدي الكربلائي وطلعوا لجنه على الشباك وعلى الصحن ايضا. زين. ولحد هسه ما صار اتصال من عندهم بي انه هل وافق السماحه لو ما وافق على ان شاء على الله الشباك. يوافق، بس يجوز اجواء رمضان. وانا حتى ما اغبن اعمامي يعني من 2004 ولحد هسه الناس بيها تاخذ غيبتنا، يقولون ياكلون بالسيد وكذا. هذا احنا من 2004 عمامي ماكليني على البناء من 2004 ولحد الان صار 22 سنه. مو جنابك الكريم؟ نعم. 22 سنه صار احنا ما يدخل جيبنا درهم واحد، وانما كل رغم يعني اكو تبرعات من اعمامنا من قبيله كعب ايضا دائما اروح لهم وينطونا، ومن الخيرين من قضاء الحي، من محافظه واسط، من ذي قار، من كل المحافظات يعني ما نبخل اي واحد. نعم. جزاهم الله خير وهم كلهم مساهمين. وايضا احنا كعمومتي خاصه بالنسبه لخدمه المرقد ايضا مساهمين. وهاي من خلالك دعوه الى كل من الله ميسر اموره ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله المشاركه ويكون انه باب يدق له طابوقه ان شاء الله. المرقد التابعي الجليل ان شاء الله. والسيد محمد الحائر ابن ابراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الامام موسى بن جعفر. دقيقة أخيرة شو تحب تقول بيها وشن تريد تقدمها من رسالة؟ إلى من؟ براحتك. عن السيد، عن نفسك. احنا السيد يتحدثنا عنا بما فيه الكفاية. نعم. إن شاء الله. نعم. ولو نتكلم بعد كثير ولكن ما نوفي بحق سادتنا. علما توجهها هاي. أوجه رسالتي إلى جميع إخواني عشائرنا الكريمة. نعم. التآلف والأخوة إن شاء الله الدين بيناتنا. إن شاء الله. والاحترام والتقدير. وإحنا مثل ما أسلفنا بالحديث إنه هاي الديرة برئاسة شيخنا العزيز الشيخ مهند هلال بلاسمال ياسين. نعم. تحياتنا إليه. نعم. وايضا كل مشايخنا بدون اسماء بدون هذه. نعم. كل الاحترام. ويا ريت تبقى هاي المحبه. لا تبقى ان شاء الله. ان شاء الله. قلت لك انا شجره البرتقال مذ بتمر يعني. احنا ان شاء الله الالفه والاخوه والمحبه ان شاء الله باقيه بيناتنا. واسال من الله ورسوله ان يعيد علينا هذا رمضان ان شاء الله. يعيد علينا رمضان ان شاء الله بالعام القادم بنصر للاسلام والمسلمين ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كلنا اخوه وان شاء الله. الله سبحانه وتعالى. انت الشيخ ابو احمد انت اني خادم والله خادم انا وبخدمتك عمي. انت ابننا ونعتز بيك وخادم حسين ان شاء الله. وان شاء الله اتمنى لك الخير. نتمنى لك الخير والتوفيق والسلامة إليك وللكادر أيضا. والله يحفظكم إن شاء الله. ممنون. ويوفقكم. وإن شاء الله يتقبل صيامنا وقيامنا واستغفارنا وتلاوتنا للقرآن وسجودنا لوجه الكريم
أن لا يحرمنا من رحمته وهو أرحم الراحمين. هذا اللي نختم به. ممنون. الله يسلمك. ممنون. الله يحفظكم عني. الله يوفقك إن شاء الله. أحبتي مشاهدي قناة شمس العراق الفضائية، الحلقة اليوم شوية طولت لأن بيها أشياء مهمة عرفناها لكم، وحقيقة أنا كنت أستثمر هذا الوقت وكنت أتمنى أنه يكون عندي ضيف اللي هو الشيخ ماجد أبو أحمد الكعبي، حتى نسولف لكم على سيد محمد الحائري، حتى نخلي لكم البصمات عليه. ندعيكم. فأنا إن شاء الله أيضا رسالتنا من هذا البرنامج، أتمنى من كادر والأمانة الخاصة لمزار التابعي سعيد بن الجبير أنه تحذون ما يحذى عليه السيد محمد الحائري وإدارته المتمثلة بالشيخ أبو أحمد ماجد الكعبي. شكرا لكم، شكرا إلى زملاء المصورين، شكرا للأخ عماد عذوب. أنا معكم علي المياحي، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.